لحد ما يوصلوا للمرمى من جديد. في الوقت ده تشيجيري بيرفع الكورة في منطقة الجزاء وكونيجامي يشوطها ويسجل هدف جديد. إيساجي بيفقد أعصابه تماماً وبيقرر إنه يفترس بارو. الماتش يبدأ من جديد وإيساجي يوهم الكل إنه هيباصي لبارو، لكن يفاجئهم ويمررها لناجي اللي يستلمها كعادته بطريقة أسطورية وياخد باله إن إيساجي اخترق دفاع الخصم من النقاط العمياء بتاعتهم فيباصيله وإيساجي يسجل جول رائع. إيساجي وقتها يتعصب على بارو ويقول له ابعد عننا خالص. الماتش يكمل وريو يباصي لتشيجيري اللي يرفعها لكونيجامي، لكن بارو يقطعها منهم وينطلق ناحية الجون، وبسبب أنانيته وعدم تمريره الحد الكرة تتقطع منه. إيساجي يستغل الفرصة ويمررها لناجي اللي يسجل هدف التعادل. إيساجي كان متوقع الموقف من البداية، ده هو التفاعل الكيميائي بينه وبين الناجي سيشيرو. الماتش يستمر وريو يمرر لتشيجيري اللي بيتطور في الماتش وبيكتشف إن نقطة ضعفه كانت إنه بيبطأ لحظة استلام الكرة، فبيقرر يكسر